يستعد نادي الشباب السعودي لخوض مباراته الافتتاحية في الدوري السعودي للمحترفين اليوم أمام نادي الاتفاق، لكنه سيفتقد خدمات المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بسبب الإصابة. ووفقا لما أوردته الصحيفة الرياضية السعودية، فإن حمد الله سيغيب عن الملاعب لمدة 10 أيام بسبب إصابة عضلية، مما يحرم الفريق من جهود أحد أبرز المهاجمين في بداية المشوار. وكان نادي الشباب قد تعاقد مع حمد الله هذا الصيف بعقد يمتد لموسمين في صفقة انتقال حر بعد انتهاء ارتباطه بنادي الاتحاد. يذكر أن رحيل الأسد المغربي عن الاتحاد جاء بعد عامين قضاهما مع الفريق السعودي، حيث فضل المدرب الفرنسي لوران بلون التعاقد مع لاعبين آخرين. كشفت تقارير صحفية أن نادي ليستر سيتي الإنجليزي قرر التعاقد مع الدولي المغربي بلال خنوس لاعب جنك البلجيكي خلال الانتقال الصيفي الحالي. وأكد الصحفي البلجيكي ساشا طافوليري أن ليستر سيتي يتجه إلى ضم خنوس للفريق بنسبة 100% بعدما وافق على الانتقال إلى النادي بموجب عقد يمتد ل4 مواسم. وأضاف ذات المصدر أن النادي الإنجليزي سيقوم بإرسال عرضه إلى دار جنك للتعاقد مع الدولي المغربي يتراوح بين 17 مليون يورو و24 مليون يورو. وأشار الصحفي البلجيكي إلى أن العديد من الأندية أبدت الاهتمام باللاعب المغربي هذا الصيف، لكن بعضهم تراجعوا عن إتمام الصفقة بسبب المطالب المالية المرتفعة لجنك. للإشارة فاللاعب المغربي يرتبط بعقد مع الفريق البلجيكي يمتد إلى غاية 2027. أعلن دينامو موسكو الروسي يوم الجمعة التعاقد رسميا مع اللاعب المغربي المهدي موهوب قادما من الرجاء الرياضي في إطار انتقال الصيفية الجارية. ووقع موهوب عقدا مع النادي يمتد إلى غاية صيف 2029. وكان الموهوب قد انضم إلى الرجاء الرياضي في الميركاتو الصيفي الماضي، وحقق رفقة النادي الموسم المنصرم ثنائية البطولة الاحترافية وكأس العرش، فضلا عن تتويج اللاعب بالميدالية البرونزية رفقة المنتخب المغربي الأولمبي في أولمبياد باريس 2024. أشاد كريسبو مدرب العين الإماراتي باللاعب المغربي سفيان رحيمي وبما قدمه في أولمبياد باريس، مؤكدا أن هذا وقت اللعب. وقال كريسبو في المؤتمر الصحفي: فخور وسعيد جدا بما قدمه سفيان في الموسم الحالي والتطور الذي وصل إليه، وهذا وقته. وأضاف رحيمي استحق اللعب مع منتخب المغرب وحصد الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس الأخيرة، وثقتي في كبيرة وبلا حدود، وأعتقد أنه جاهز دائما للعب في جميع المواجهات. وتوج سفيان رحيمي بجائزة هداف الأولمبياد برصيد 8 أهداف سجل في 6 مباريات متتالية، متبوعا بالإسباني فيرمين لوبيز ب6 أهداف، في محل الفرنسي ماتيتا في المركز الثالث برصيد 5 أهداف. جدد المدرب ديزيربي التجاهل المطلق لدويل المغربي عزي وناحي عندما وجه الدعوة فقط لأمين حارس خلال مباراة الأحد والتي سينزل فيها فريقه ستادريمس لتفاصيل الدورة الثانية، مؤمنا بقدراته وصراعه على المكانة بعد التعاقدات الكبيرة التي قام بها مارسيليا. ولم يكن مناحي هو المقصود من التجاهل، بل للاعبين آخرين أيضا موضوعين في لائحة المغادرين، وهو ما يعني أن مناحي بقي له أقل من أسبوع لحسم موقفه من المغادرة والبحث عن فريق آخر. يستعد المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي لتوجيه الدعوة لأسماء جديدة لخوض المعسكر التدريبي المقبل بالرباط استعدادا لمباراة الغابون وليسوتو في 6 و10 من شهر سبتمبر لحساب الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس إفريقيا التي يستضيفها المغرب. ومن المتوقع أن يعلن المدرب وليد الركراكي القائمة النهائية المستدعاة لخوض المباراتين يوم 28 من هذا الشهر قبل الدخول في معسكر تدريبي مغلق اعتبارا من 2 من سبتمبر القادم. ستشهد القائمة استدعاء أسماء جديدة وأخرى تألقت بصورة لامعة في الأولمبياد بعد ساهمت في تتويج منتخب المغرب تحت 23 سنة بالميدالية البرونزية بصفتها أول منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ المشاركات العربية في منافسة كرة القدم بالأولمبياد. وأكدت المصادر أنه من المتوقع أن يستدعي الركراكي بعض الأسماء الجديدة الشابة، ويتعلق الأمر بلاعب ليل الفرنسي أسامة صحراوي، بالإضافة إلى موهبة بايرن ميونخ آدم أزنا والنجم الصاعد لنادي مونبولي الفرنسي خليل فياض، إضافة إلى إمكانية استدعاء نجم رديف نادي ريال مدريد يوسف الخديم.
وسيكون المدرب وليد الركراكي في موقف صعب أثناء تحديد اللائحة النهائية نظرا لتعدد الخيارات بعد تألق أسماء بارزة في أولمبياد باريس الأخير. تألق الدولي المغربي أشرف حكيمي مع فريق باريس سان جيرمان بعدما سجل وقدم تبرير حاسمة بالفوز الكاسح على مونبولي بسداسية نظيفة يوم أمس ضمن منافسة الجولة الثانية من الدوري الفرنسي. وتمكن اللاعب المغربي أشرف حكيمي من تسجيل الهدف الرابع لفريقه عند الدقيقة 58 قبل أن يعود ويقدم تمريرات الهدف السادس لزميله الكوري الجنوبي في الدقيقة 82. وكان حكيمي قد تألق مع المنتخب المغربي الأولمبي في الألعاب الأولمبية وحرز معه الميدالية البرونزية بعد احتلال المركز الثالث في البطولة في إنجاز تاريخي غير مسبوق. أكدت مصادر أن اللاعب نسيم الشاذلي والهافر والوداد وقعوا عقدا ثلاثيا تمهيدا لانتقال اللاعب إلى الفريق المغربي خلال الانتقال الصيفي الجارية. وأكد المصدر أن فريقي الهافر والوداد واللاعب الشاذلي وقعوا العقد الثلاثي من أجل الانتقال الأخير إلى الوداد. وأوضحت المصادر أن الشاذلي سيحل بالمغرب مع وكلاء يوم الأحد والاثنين المقبلين للخضوع للفحص الطبي وإتمام باقي تفاصيل العقد الذي من المرجح أن يمتد لموسمين. وكان الوداد قد توصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة نادي الهافر الفرنسي سابقا يقضي بانتقال اللاعب مجانا إلى النادي الأحمر مع تضمين العقد شرط استفادة الهافر من نسبة معينة في حال إعادة بيع اللاعب لنادي آخر. دشن باير ليفركوزن الموسم الجديد من الدوري الألماني بفوز مثير على مضيفي بروسيا مونشنغلادباخ بعد الفوز عليه ب3-2 برسم الجولة الأولى. وكانت المباراة متعادلة إلى حدود الدقيقة 90 قبل أن ينجح البديل المغربي أمين عدلي الذي دخل بديل في الدقيقة 82 من اصطياد ركلة جزاء جاء من هدف الفوز القاتل.